لو انت دلوقتي تايه في علاقة وعايز تعرف السبب، تأكد ان في 3 أسباب هتلاقي عندك واحد منهم. أول حاجة إنك مش محدد هدفك مع الشخص ده. انت بتكلمه ليه؟ عايز توصل معاه لإيه؟ بتكلمه كده اليوم بيومه لكن مفيش هدف انت محدده لنفسك، مفيش خطوة بتتاخد لقدام، وهتلاقي ان هو كمان مش محدد لك هدفه اتجاهك وبيكلمك برضو وخلاص. فده أول سبب ممكن يخليك تايه. تاني سبب هيخليك تايه في علاقة هو إنك تكون مش عارف هو أنا فعلا عايز الشخص ده بالذات وبحبه هو، ولا أنا بحب اهتمامه وبحب المشاعر اللي بيحسسهاني عشان عندي فراغ عاطفي. طب هل هو مناسب ليا فعلا، ولا هو بس مالي حياتي وأي حد هيجي مكانه هيملى حياتي هحبه برضو؟ تالت حاجة هتخليك تايه في علاقة هو إنك تعيش حياة طويلة عريضة مع شخص وعمالين تتخانقوا وتتصالحوا وتبعدوا وتقربوا وهو أصلا مرتبطش بيك، يعني الأساس نفسه مش موجود، فالعلاقة ممكن تتهدى أي وقت من غير سبب أو يختفي من غير أي سبب. وده اللي بيحسسك إنك تايه وبيحسسك بعدم الأمان. اللي هيطلعك من كل ده إنك تبقى محدد أهدافك في الحاجة اللي أنت بتعملها ومحدد لنفسك أنت عايز توصل لإيه. ما تديش فرصة لحد إنه يعيش حياته عادي معاك من غير ما تحط له حدود، وكمان بتخليه يعلقك بيه عادي، وفي الآخر تلاقي نفسك أنت تايه وبتسأل نفسك هو ده مين أصلا ودخل حياتي إزاي. كل ده انت اللي تحدده مع نفسك، وبعدها تحط حدود مع الشخص اللي قدامك على أساسها.